مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الخاصة لمباراة الأمس الودية التي جمعت بين منتخبنا الوطني أسود الأطلس وشقيقه المنتخب البحريني على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مباراة كانت أشبه بمحاولة فك اللغز، حيث واجه المنتخب المغربي تحديا تكتيكيا أمام صمود بحريني عنيد. النهاية كانت دراماتيكية، لكن الأهم هو تحقيق الفوز والمحافظة على سلسلة الانتصارات التاريخية. منذ صافرة البداية كانت الكفة تميل بوضوح لصالح المنتخب المغربي، استحواذ تجاوزت نسبته 80% وضغط متواصل على الدفاع البحريني. شاهدنا محاولات عديدة من الأطراف عبر أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، ومن العمق عبر بلال الخنوس وإسماعيل الصباري، لكن دفاع الأحمر البحريني بقيادة الحارس المتألق إبراهيم لطف الله كان سدا مانعا أمام كل هذه المحاولات. اعتمد المنتخب البحريني خطة دفاعية محكمة ومنظمة، معتمدا على الهجمات المرتدة النادرة. هذا الأسلوب أرهق لاعبين، حيث كان يغيب التركيز في اللمسة الأخيرة أو الكرات العرضية التي كانت تصل سهلا نسبيا إلى الدفاع. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0، تاركا الجمهور المغربي في ترقب وحبس الأنفاس. وفي الشوط الثاني زادت وتيرة الهجوم المغربي، وأجرى المدرب تغييرات تكتيكية لكسر الجمود، لكن سيناريو المباراة استمر: ضغط مغربي واستماتة بحرينية في الدفاع، وكأن المباراة تتجه نحو التعادل السلبي. لكن أسود الأطلس أثبتوا مجددا أنهم يملكون الروح القتالية حتى آخر ثانية. عندما كنا في الدقيقة 4 بعد 90 وفي لحظة كنا بحاجة فيها لضربة معلم، جاء الفرج من كرة ثابتة عرضية متقنة من الساحر أشرف حكيمي، ارتقلها المدافع الصخرة جواد اليميق برأسية قوية موجهة لتسكن شباك الحارس لطف الله. هدف قاتل، هدف الانتصار. انفجرت مدرجات الملعب فرحا بهذا الهدف الثمين الذي منح المغرب فوزا صعبا ومستحقا بنتيجة 1-0، وحافظ على السلسلة الإيجابية للمنتخب. هذه المباراة كانت اختبارا جيدا لمنتخبنا أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، وستكون درسا مفيدا جدا قبل الاستحقاقات القادمة. هارد لاك للمنتخب البحريني الذي قدم مباراة بطولية دفاعيا، ومبروك لأسود الأطلس هذا الفوز الذي لم يأتي بالسهل. الأداء يحتاج للمزيد من العمل في إنهاء الهجمات، لكن الروح القتالية والانتصار في اللحظات الأخيرة هو مكسب كبير. والآن الأنظار تتجه نحو المباراة القادمة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.